أنا أتساءل أقسم بالله العظيم إلى شي مرات كنحير كيفاش أنه واحد الإنسان جزائري عنده من الوقت ما يكفي باش يستنى واش بنادم دابا راجل راشد عنده 22 سنة، عنده 25 سنة، عنده 6 ساعات د الوقت باش يستنى الحليب. طب اعطيني عقلك. كاين الحليب المدعم، كاين الحليب اللي ماشي مدعم. مزيان، هذاك الحليب المدعم رخيص، داكشي علاش كيديروا عليه الطوابير، داكشي علاش مطلوب لانه رخيص. شحال الفرق بين الحليب المدعم والحليب الغير مدعم؟ الفرق شحال؟ درهم، جوج دراهم. تخيلوا معايا جزائري واقف في الطابور 4 ساعات على 2 دراهم باش يربح 2 دراهم. هذه ما كايناش في شي بلاد ابن عمي. هذه تقوليش هو المغرب سعيد، ما تقوليش هو المغرب، ما تقوليش هو المغرب. مستحيل تلقى مغربي ولا مصري ولا جيبوتي ولا يستنى 4 ساعات 5 ساعات على 2 دراهم. تمشي تبيع ماركيزة سعيد، تبيع النعناع، تبيع الهضرة. علاش قليل؟ كيفاش قليل؟ ما فهمتش انا. هاد قليل هما كيقول لك ماشي قليل، هما كيقول لك لا حنا غير هذاك مدعم وصافي. واخا دابا كتدافع عليهم قليل حيت كنتي تما. واخا الدوله اللي عندها الحليب قليل 2 مليون كيلومتر مربع يحلبوا غير الضب. اسعيد شتي الضب يحلبوه يشبعوا الجزائر كامله. كتعرف الضب سعيد؟ عرفتي شنو 2 مليون كيلومتر نتاع الضب؟ تحلب غير الضب، يضربوا فيها غير اللب نتاع الفيتامين نتاع الضب. انا كنقولها لهم 2 مليون كيلومتر 2 مليون كيلومتر مكعب مربع، راه غير الرمله، تبيع غير الرمله. هذيك 2 دراهم هي اللي محيرتني. انا ما حيرتني. شوف كيف استطاع النظام الجزائري ان يقنع الرجل الجزائري ان يقف في الطابور وان يضيع من وقته 5 ساعات ياك من اجل درهمين. غير هذه ما تزيدش تهضر معايا على الاقتصاد وحنا شواكر وحنا بواكر. شوف هذه ما نطلعكش ناقشك. انا دابا ملي وصلت لهذه الفكره هذه لقيت بانه من الحرام انك تطلع تناقش مع واحد الجزائري ان النظام نتاعو قوي، وهو هذا النظام اقنع فردا واحدا من افراد شعبه ان 4 ساعات تستحق التضحيه من اجل درهمين. واحد مات. شوف هذيك حوادث ما نهضروش عليها، حوادث جانبيه كتوقع. لا اعطيني العمق. الاخوان ملي تكونوا كتناقشوا ضربوا في العمق. خلينا حادث وقع هنا. لا ضرب في العمق. العمق كيفاش انا غنلقى كيلومتر 2 كيلومتر نتاع طابور مما يعني 2 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات على 2 دراهم. هاد الناس هادو ما عندهمش بان الوقت تساوي فلوس. الوقت عندهم ما يساوي حتى وزه. علاش؟ باسكو نو ترافاي با. دونك هادو ما تخافش شي نهار يفوتوك بشي حاجه. اخاي المغربي والله ما تخاف شي نهار يفوتوك في شي انجاز ولا في شي خدمه، لان اللي عنده 4 ساعات كتساوي 2 دراهم. شنو الطابور اصاحبي؟ واش كتعرفوا انه دابا غنمشيو لا بسيكولوجي، التحليل ديال النفسي ديال بنادم. انا كنهضر على راسي. اكره موقف عندي في حياتي هو الانتظار. علاش؟ انا واحد من العائله ديالي عرضوا عليه واحد
عرضوا عليه عائله، عرضوا على عائله باش يتغداو عندهم في الدار. ساكنين في السفلي، عندهم غير السفلي، راكم عارفين الدار هكذا تقليديه فيها السفلي، ماشي تقليديه ولكن المهم في الدار فيها السفلي. تعطلوا عليه في الغداء، خرج من السرج وركب على البسكليت ديالو وزاد. هذا عرضوا عليه يتغدى، تعطلوا عليه ما حطولوش الغداء، خرج من السرج ومشى بحالو. هذا غتقنعو يمشي يدير لك الطابور لمده 3 ساعات لا ماشي غير يافا سعيد، ماشي غير يافا. الانتظار كما كان أسوأ ما يمكن أن يحدث للشخص هو أن يجد نفسه في محل انتظار. أنا أكره مكان عندي هي قاعة الانتظار. ويفترض أن الإنسان العادي في علم النفس الحديث المقرون بالوقت والغوندومون وشنو كتربح ديال الفلوس، عرفتي شنو 4 ساعات؟ 4 ساعات الا جينا نحولوا 4 ساعات بالفلوس، فلوس دابا غنديروها بالعملات، نديروا تحويل العملات. 4 ساعات في بلجيكا سعيد شحال؟ 4 ساعات في بلجيكا انسان عادي بحالك شحال يجيب الفلوس؟ يلا يجاوبني دغيا بالزربه. 4 ساعات في بلجيكا 40 اورو كثر، 50 اورو ماسو مينوس، زيد 80 اورو. انا كنقول 80 56 60 نقولوا 50 صافي، نقولوا 50. بلجيكا 50، فرنسا حتى هي 50، المانيا 80، بريطانيا 80 90، السويد 100 120، الميريكان 200 300، كندا كذلك، المغرب شحال؟ دابا نساو عليا اوروبا، دابا المغرب 4 ساعات شحال تجيب في المغرب؟ انت فقتي في طنجة، خلينا من الباديه، كنهضرش على الباديه، كنهضر على المدينه. دابا السيد في طنجة، طنجة مدينه فيها كلشي 60 درهم 70 درهم 100 درهم، عنده تريبورتور كيضرب فيها 200 درهم 150 درهم 100 درهم. ما نعيقوش بزاف نديرو حنا 70 درهم 70 درهم في 4 ساعات. كاين اللي في 4 ساعات كيمشي يجيب 2 صنادق ديال الحوت، كيمشي يبيع الحوت باق باق طلع 150 درهم في 2 ساعات. اللي يبيع التقاشر، اللي يبيع هذه، اللي يبيع الديطاي، اللي يبيع النعناع. المهم بحال كنديروا ابسط المهن، كنقول لكم شي السيد خدام كيدير الاي كوميرس ولا لا لا لا. في الجزائر 2 درهم ابن عمي. غير هذه كافيه باش ما تعاودش تشرح لي انا داك الفونتوس ديالك وكذا. تا انسان كتقول راني مرتاح. الجزائري عاود شوف راه باو فيه هذه العقليه، كيقول لك انا كجزائري راني مرتاح، مدعمين ليا السباغيتي، مدعمين ليا الطحين، مدعمين ليا السميد، مدعمين ليا الحليب، مدعمين ليا عندي المازوت رخيص، كنمشي ندور بالموبيله ولا عندي ماروتي، عندي السكن ديال عدل كنخلصو بالطريطات، راني مرتاح. وعنده الشوماج ديال 50,000 فرنك 70,000 فرنك. هما مربيين هذا النوع نتاع المواطن، الله يعاون. ولكن اخي المواطن ما تقوليش انت بان الحياه هي السباغيتي او المعجنات عموما والبقوليات اللبوء المغربيه. مرحبا احتراميه، مرحبا بنت عمي. وتسكن في 7 ايطاج في واحد البلاصه ما فيهاش لاسونسور وما فيها ولا ما يوصلكش، والمدرسه ما كايناش والبوليس ما كاينش وما كاينش مرافق ديال الحياه الاداريه. بغيتي تعيش انت بالدعم اخويا سير الله يعاونك، الا كان هذا هو الانجاز ديالك.